نعاودوا نرجعوا معاك سي عبد الباسط. بعد ما حكينا على التغول، حكينا زاد قلت انه التغول هو انه الرئيس او باش يكون رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه ورئيس البرلمان من نفس الحزب. شو ما يحمي، انا نعاود نقولها، ما يحمي الحقوق والحريات الا الديمقراطيه، والديمقراطيه من الاركان نتاعها هو فصل السلطات، كما تداول على السلطه، كما العداله الاجتماعيه، كما برشا حاجات باش تنجم تعمل ديمقراطيه. اذا كان انت تو باش تلم السلطات الكل في يد حزب واحد وشخص واحد، يعني 100% رضيت الشخص هذايا امبراطور روا قاضي بامره، هو باش يولي الوزير الاول معين، وباش يولي رئيس البرلمان معين، وباش يولي رئيس المحكمه الدستوريه معين، ومحافظ البنك المركزي معين، وقائد الجيوش الثلاث معين، والى اخره الى اخره. بون احنا نشوفوا، نعطيك انا عينه، وقت سماوا الحكومه نتاع مهدي جمعه وتبعها سماوها الكوارتيت هذا اللي انا معناها مش قاعد نشوف فيه يخدم في المصلحه الوطنيه، وهو قاعد يخدم زعما في الذكاء التونسي في المصلحه الوطنيه باش يحافظ على السلم الاجتماعي، ومش صحيح. احنا تونس تعاني من ايش؟ تو تعاني من الارهاب، وتعاني من تبييض الاموال، وعنا نعيشوا في امور اقتصاديه معناها هشه ورثه كريبون. عملوا مركزيه للاتصالات. المركزيه للاتصالات هذه شكون فيها؟ فيها الامن العسكري، وفيها امن الحرس الوطني، وفيها امن الشرطه معناها الامن الوطني، وفيها الامن الديواني. وهذوما يلموا الاستعلامات الكل مع بعضهم، وثم دي زاناليست يشوفوا المعلومات الكل ويمشيوها في اسرع وقت ممكن. هذايا باش يحاربوا به الارهاب، ويحاربوا به تبييض الاموال، ويحاربوا به الجريمه المنظمه، ويحاربوا به كل ما يمس الامن التونسي، ويحاول يضروا. كي جات الحكومه هذيا ساعدهاش، بدات تتخرج، هاو الامن الديواني خرج، هاو الحرس الوطني خرج، هاو درج كون خرج، هاو خلاو الارهاب تابع الامن العسكري ودرج شنو، باش تقعد الاساليب القديمه نتاع الامن والتنصت على الناس من غير امر قضائي. وهذا الكل قاعد يقع، وهذايا يبين لك كي تعمل التغول، خاطر هذا كله كان وقت اللي كان زين العابدين بن علي موجود. وهذا احنا قاعدين تو باش نعاودوا نعيشوا نفس المنظومه، لكن زايده شويه حقد، لانه المنظومه الاخرى كانت تاكل في دمومات الناس وما عندهاش حقد باش هي تضرب في الناس. لكن المنظومه الجديده هذه عاشت شويه خوف وقت الثوره، وشويه معناها تحسب باش يحاسبونا ولا باش يحاسبونا، لكن شويه الارتباك النفسي هذاك باش ينتقموا من التوانسه شد الانتقام، على خاطر ما عادش عندهم رادع. لانه وقت تلقى انت كل السلطه الاعلاميه معاه، والسلطه القضائيه معاه، والسلطه النقابيه معاه، والسلطه السياسيه معاه، وكل السلطات معاهم، وين شكون باش تشكي؟ هذاك علاش باش تحمي البلاد يلزم ديمقراطيه، وباش تحمي الديمقراطيه يلزم فصل السلطات. واحنا قعدنا لو ديرني رومبار اللي يجريوا هالبلاد هذه تو طلعونا بلغه اخرى، لغه التناغم. يعبد ربي راهو اكثر من 95% من السلطات عند الوزير الاول، والتشريع عند براتيكمون نفس الحزب الاغلبي، وراهو النهضه والنداء الزوز من اليمين الاقتصادي، يعني متناغمين. راهو رئاسه الجمهوريه شنو قعدت لها؟ قعدت لها انه باش يصحح على المعاهدات الدوليه كي راه فيها مس من السياده الوطنيه باش يقفلها، باش يحط مثلا على محافظ البنك المركزي على خاطر فيها بيعان بلاد وندرى شنو السياده الوطنيه، يخليه على الاقل السياده الوطنيه في يد واحد اخر. هو حتى كي باش يخدم اغلبيه الاشياء في السياسه الخارجيه ولا في الدفاع بالتشاور مع رئيس الحكومه، يعني رئيس الحكومه هو موجود حتى في رئاسه الجمهوريه، وكيما رئيس الجمهوريه. علاش تحبوا من نفس اللون؟ علاش تحبوا تقتلوا الثوره وهي مازالت في المهد، والديمقراطيه هي مازالت في المهد؟ انا ندعو الشعب التونسي باش يحيي ضميره، وخاصه الشباب باش يتابع على الثوره.